بعد 9 سنين جواز، بعد ما اتعلمت من جوزي معنى العطف والحب والحنية، اتفاجئت واتصدمت بموقف حصل منه. كسر لي ظهري ووجعني قوي، وبقيت بعيط كل يوم ومش عارفة اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. بعد 9 سنين جواز من راجل اتعلمت منه المعنى الحقيقي للأخلاق والدين والحب والحنان والعطف، ربنا أراد انه يبتليني ان انا ما اخلفش. بعد تحاليل وإشاعات، والعجيب ان جوزي هو اللي كان الطبيب المعالج، يعني جوزها دكتور، فهو اللي كان بيعالجها. بعد كل ده جوزي اكتشف ان ما بخلفش، لدرجة ان هو يعني من كتر الصدمة ما كانش مصدق نفسه لحد ما عرض التحاليل والإشاعات على دكاترة تانيين، وكان رأيهم كان من نفس رأي جوزي. استقبلنا البلاء ده، يعني ده ابتلاء من ربنا، استقبلناه كده بصدر رحب ورضا، والحمد لله كنا راضيين جدا. وربنا نزل في قلوبنا الصبر على الابتلاء ده. جوزي من جماله وطيبته وحنانه وقلبه الطيب كان دايما بيواسيني، وكان دايما بيصبرني على الابتلاء اللي انا كنت فيه ده. بس انا كنت موجوعه جدا علشان خاطره، لدرجه ان انا طلبت منه ان هو يتجوز. قلت له يا سيدي انا موافقه وراضيه، مالكش دعوه. لكنه رفض تماما ان هو يتجوز، وزعل مني وخاصمني فتره طويله جدا. ازاي ان انا اطلب منه حاجه زي كده، بالرغم ان انا شايفه ان هو حقه، لان هو راجل محترم جدا بيحبني جدا وانا كمان بحبه، وعايزاه يعيش سعيد. فانا نفسي اشوفه مبسوط وسعيد. بجد سعادتي، انا مش بتكلم كده وخلاص، يعني انا بجد سعادتي ان انا اشوفه سعيد ومبسوط في حياته، خصوصا انه دكتور ناجح جدا وعنده فلوس كتير ومقتدر ماديا قوي. فيعني نفسي ان ربنا يعني يتم نعمته عليه وان هو يخلف. لكن هو رفض تماما تماما تماما، وقال لي اقفلي الموضوع ده ما تتكلميش فيه تاني. وبعد فترة كده احنا قاعدين عند اهله، اكتشفت اللي عمري ما كنت اتوقعه او اتخيله. اكتشفت ان هو قايل لهم ان العيب منه هو. ما جابش سيرتي خالص في الموضوع، ولا قال ان انا السبب، ولا قال ان انا تعبانه او عندي مشكله تمنعني من الخلفه، بل بالعكس. انا ما شفتش حب اكتر من تقول. انا مش قادره اقول لكم قد ايه انا اتوجعت واتكسرت. انا طول الليل وطول النهار بعيط من القهره. ليه يحط نفسه في موقف زي ده؟ ليه يقول لاهله ان هو السبب منه هو؟ انا مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. انا بجد بجد موجوعه جدا وقهرانه جدا جدا علشانه. مش كفايه اللي هو بيعمله معايا طول السنين دي كلها، وان هو واقف في ظهري وساندني، وبالعكس ده بيديني طاقة إيجابية وبيصبرني على الابتلاء اللي ربنا ابتلاه لينا. أنا مش عارفة أعمل معاه إيه، يعني أطلب منه الطلاق علشان خاطر يعني أفرض عليه إن هو يتجوز، ولا أروح أقول لأهله علشان خاطر برضو إن هم يزنوا على دماغه علشان يروح يتجوز. أنا مش عارفة أتصرف إزاي ولا أعمل إيه مع الراجل ده بجد، يعني ونعم الزوج. يعني مهما أعمل طول حياتي مش هقدر أوفيه حقه. لا كلام يقال بعد كلام الست دي بجد يا جماعة. أنا مش في حد كده، يعني في حد كده في الدنيا؟ يعني ما الواحد فرح جدا بجد من كتر المشاكل اللي الواحد بيشوفها، واللي بيسيب مراته ويرميها عشان خاطر ما بتخلفش ويروح يتجوز عليها، واللي مش عارفة بتعمل ايه في جوزها. في الوقت ده في حد كده، في ناس كده. يعني هما الاتنين بيحاولوا يضحوا عشان خاطر بعض، علشان يعني انا مش فاهمة في ايه يعني. انتهى عصر المعجزات يا جماعة. في ايه؟ في حد كده لحد دلوقتي موجود؟ انا عايزه اقولك يعني ما شاء الله عليكي وما شاء الله عليه، يعني ربنا يبارك في صحتكم ويبارك فيكم يا رب. ده نعمة الزوج يعني. يعني شخص زي ده لا ما ينفعش تطلعي منه تروحي فين؟ يعني هتلاقي فين حد زيه؟ يعني متهيألي ده آخر حاجة نزلت، يعني ده القطعية دي مفيش منها تاني خلاص. الكل ده ابتلاء من ربنا، وهو راضي بيه وانتي كمان راضية بيه والحمد لله. ما تعترضيش على حكم ربنا. ربنا لو رايد ان هو يخلف كان هيخلف منك، كان هيقتنع ان هو يروح يتجوز واحده غيرك، بدليل انت يعني قلتي له كذا مره وهو رفض. ف لا شيلي من دماغك الموضوع ده راجل بجد يتشال فوق الراس، يعني ده مفيش زيه، ما اعتقدش يعني في زيه في الدنيا خالص. فانتي احمدي ربنا و... واشكري ربنا ان ربنا ابتلاكي بالابتلاء ده. الله اعلم كان ايه ممكن اللي يحصلك لو خلفتي. ممكن كان ابتلاكي بطفل مريض كنت عانيتي معاه طول السنين، وكان ممكن وقتها تقولي يا ريته ما كان جه، من العذاب اللي هو شافه ومن العذاب اللي انت شايفاه.
خليكي واثقة تماما وعندك يقين تماما ان ربنا ما بيعملش شر لحد، بالعكس كل الابتلاءات بتاعت ربنا بتبقى خير. فخليكي واثقة تماما ان عدم الخلفة ده خير ليكي وخير لجوزك، ده اكيد 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 يعني ده خير، لكن الحكمة في كده ايه الله اعلم. فاحمدي ربنا على الابتلاء، ان ربنا كده بيحبكوا جدا وابتلاكوا بابتلاء زي ده. كان ممكن يبقى فيه ابتلاء اكتر من كده انت مش هتقدري عليه ولا جوزك. فسبحان الله يعني ربنا بيدي الابتلاء على قد طاقة البني آدم. فالحمد لله طالما ربنا منزل الصبر في قلبك وفي قلب جوزك على الابتلاء ده وانتوا راضيين، فخلاص عيشوا حياتكم مع بعض، عيشوا سعداء مع بعض، عيشي حياتك مع جوزك حياة سوية كده جميلة. انتوا الاتنين احلى من بعض، يعني بصراحة ما شفتش كده في حياتي. ف يعني استمتعوا بحياتكم، استمتعوا بحياتكم. خلاص ربنا مش رايد الخلفة، خلاص ارضي بقضاء ربنا و... وحاولي ان انت يعني تسعدي جوزك على قد ما تقدري. فمش دايما، مش طول الوقت تبقي زعلانه ومقهوره وبتعيطي، لا خالص بقى، خلاص ده واقع المفروض ان احنا نعيشه. فارجوكي يعني حاولي ان انت على قد ما تقدري تسعدي جوزك وسعدي نفسك وانسوا بقى خالص الموضوع ده، والله اعلم الله اعلم. يعني سبحان الله لما بيقول لشيء كن فيكون، فممكن في يوم من الايام تخلفي، محدش عارف الخير فين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اكيد طبعا قصتنا النهارده عجبتكم جدا جدا جدا، يعني بجد حاجه مفرحه قوي. آه يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو، كومنت كده حلو من عندكم، واعملوا لي اشتراك في القناه ما تنسوش، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه.